فوالله إنك لست بمتروك، وستبايع طوعا أو كرها، وإلا أحرقنا الدار بمن فيه. اعلم يا علي أن الأمة قد سلمت زمام الخلافة إلى أبي بكر، فاسلم أمرك له واخرج وبايع، ولا تلقي نفسك في أمر لا يحمد عقباه. يا علي، لا تكن من المغالدين الذين يهدمون شوكة المسلمين وعزهم. اخرج يا علي، بايع أبا بكر حتى لا تمزق راية الدين. اخرج يا ابن أبي طالب، اخرج وبايع، وإن رفعت سيفك صيرنا لك هذا البيت جحيما. اخرج يا علي. أبا يا رسول الله، انظر ما لقينا بعضك من هؤلاء. ماذا يريد القوم منا يا أماه؟ إني خائف عليك من هؤلاء. لا عليكما يا أولادي، لا عليكما. يا فضة خذ الحسن والحسين إليك، أعدي. اللهم إني أشكو إليك فقد أيديك وانقلاب هذه الأمة علينا. علي، اخرج يا ابن أبي طالب، ومد يد البيعة لخليفة رسول الله. وهيهات هيهات أن يجتمع سيفان في غمد واحد. اخرج، فلا مفر لك من هذا. هيا اخرج، وإلا أحرقت الدار عليك بمن فيه. ما لكم يا قوم؟ وأي شيء تريدون؟ والله لا أحل لكم الدخول إلى داري. يا فاطمة، نريد من علي أن يخرج معنا وأن يبايع خليفة رسول الله أبا بكر. مهلا يا فاطمة. ما تريد منا يا عمر؟ ما أريد؟ ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ يا عمر، ما أسرع ما ادعيت. ما لم تكن بالأمس؟ ألم تسمع ما قاله أبي رسول الله يوم غديركم في حق علي، وهو أحق منكم بالبيعة؟ وإن أبي لم يخلف أحدا إلا أبا الحسن، ولكن طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل ضال فهو. فاطمة، إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرقت من فيه، أو يقاد علي إلى البيعة. يا فاطمة، إن المهاجرين والأنصار أعطت المقادة والإمارة إلى أبي بكر، فلا يكن علي من المخالفين العاصين لهذا الأمر، وإلا فالسيف بيننا وبينه. يا بنت محمد، قولي لعلي أن يخرج ولا يرمي نفسه في بحر السيوف والرماح بعدما تمت الحجة بمبايعة أبي بكر. يا فاطمة، إن لم يخرج علي سنقيم عليه حدود الله بسيوفنا المشرعة، ويرضى بما رضينا بمبايعتنا للخليفة. بئس القوم أنتم، تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم. يا عمر، أما تتقي الله عز وجل؟ أتريد أن تدخل علي بيتي وتحرق علي داري؟ نعم والله لنحرقه عليكم، فإن الأمة اجتمعت على رأي واحد، ولم يبقى إلا بعلك علي، وهذا سيفي لا أغمده حتى يخرج ويبايع. ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟
أتريد أن تقطع نسله من الدنيا وتطفئ نور الله؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. كفي يا فاطمة، كفي، فليس محمد حاضرا ولا الملائكة آتية بالأمر والنهي والزجر من عند الله، وما علي إلا كأحد من المسلمين، فاختاري إن شئت. هيا ضعوا الحطب، هيا اجمعوا الحطب، هيا ضعوه أمام الباب، هيا أسرعوا. يا شيخ، إن في الدار فاطمة. وإن في الدار فاطمة والله لأحرقه عليها. يا خالد بن الوليد، ويا سعد بن أبي وقاص، ويا عبد الرحمن بن عوف، ويا عثمان بن عفان، ويا قنفذ، احرقوا الدار، احرقوا دار علي، احرقوها بمن فيها. يا رسول الله، ماذا لقيت بعدك من أبي الخطاب وابن أبي قحافة؟ انت النار تشتعل فلا تقتربي. ولقبعت بالمصيبة خلاف أبوها وعدوان عقب مرمرة. ما شفنا أصحاب أبوها دارها يحرقون. تقول عاد يا ناس اللي تفقد أبوها يجون. مو لا يقول عظم الله اجريك البقى براسك. عادة تفقد ابوها يجونها والله وعلى مصابها يواسون. والله ما شفنا مثل الزكية دارها يحبونها وويلها. يكفى، هيا اكفى، اكفى النار. ابتعدي يا فاطمة، ابتعدي يا فاطمة. افتحي الباب، يا لهذا الباب اللعين. افتحي الباب، افتحي الباب. نشدكم الله وبأبي رسول الله أتخلوا عنها وتنصرفوا. ما لنا والنساء. افتح الباب يا فاطمة، إن الله قضى وحكم في الأمر، وإننا نأتي إلا بما اجتمع عليه المسلمون. افتح الباب ولا تجادلي. محمد يا قنفذ، هيا أعطني صوتك هذا، أعطني الصوت. ها ها ها. تنحى يا قنفذ، لا فائدة من ذلك. ابتعدوا يا قوم، هيا تنحوا عني فأنا لها.
الحي علي. لما دخلنا على أهكذا يصنع بحبيبتك وبنتك؟ هذا ما أراده محمد لكم، والله سأجعلكم تابعين غير متبوعين. يا ثبت إليك فخذني، فوالله قتل ما في أحشائي، وكسر ضلعي، ونبت المسمار في صدري.